اعترفوا بهذا الكيان بقدر ما وقفوا إلى جانب الإسبان. عندما وقفوا في البداية محايدين في المعارك التي وقعت بين عبد الكريم والإسبان، أصبحوا فيما بعد خصوصا بعد سنة 1924 يفكرون بجدية على أنه ضروري من القضاء على محمد عبد الكريم الخطابي. وفعلا وقعت مناوشات ووقعت حروب ومواجهات ما بين الريفيين والفرنسيين على طول نهر ورغا. قبائل مجاورة أصبحت تتعاطف مع بن عبد الكريم. وهنا المقولة الشهيرة ديال اليوطي عندما قال أن انتصار الريفيين وتمكنهم من تأسيس كيان إسلامي في شمال أفريقيا سيجعل المشروع الاستعماري كله في مهب الرياح. في فرنسا يعتبرون أن اليوطي هو مؤسس المغرب الحديث، ولكن عبد الكريم أطرده من خلال هزيمته ومن خلال عجز اليوطي عن تحقيق أي نصر. وجيء بجنرال ماريشال كبير انتصر في معركة فيردون في المعركة النهائية ضد ألمانيا ديال 1918، وهو الماريشال بيتان. استطاع الماريشال بيتان أن يجرد 400,000 جندي فرنسي، وكذلك الأسبان 400,000 جندي، يعني حوالي 800,000 جندي. فرنسا جندت 400,000 مغربي، يعني أولئك المغاربة الذين جندتهم فرنسا كان يمكن أن يحاربوا من أجل استقلالهم، من أجل حريتهم، من أجل كرامتهم. يقول محمد عبد الكريم الخطابي على أن الانهزام كان من الداخل، كان من أبناء جلدته. ثم فوق ذلك عملية الإنزال التي قام بها الإسبان في أواخر الحرب، 111 سفينة حربية تبحث عن مكان لا مقاومة فيه تستطيع النزول فيه لمدة 4 شهور. يضرب باش ما كان كيضرب، وضرب الفرقاطة من البحر، الديور، المسيل، اسبانيول عمل اللي قاله لنا عبد الكريم الخطابي: الرجال معي يقاتلون سنوات وننتصر وننكسر وننتصر، إلى أن اجتمعت إسبانيا وفرنسا مع بعض برضه ما همناش واستمرينا. لما عجزوا قذفونا بالقنابل السامة. كان عندي واحد الطيارة كتطير من دريوش، ضرب شي قناديل هذيك اللطات الحليب الصغارين، وكيضرب وكيطلقوا له شي دخان، منين كيشوف الارض كيطلقوا شي نسمه، يمشي العينين يبقاو ما يشوفوش. ما قامت به إسبانيا وما قامت به فرنسا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، خاصة إذا علمنا أن منطقة الشمال اليوم تعد المركز رقم 1 بالنسبة لمرض السرطان في المغرب نتيجة استعمال تلك الغازات السامة. Es conocido que había utilización de armas químicas. Otra cosa es que conozcamos su impacto, que no lo conocemos. Es decir, España sí, había pilotos españoles que se entrenaron incluso en Estados Unidos en las guerras químicas. في رغبة في النصر وبس، إنما في الشرف القتال. أنا أقتبس عبارة كتبها أحد الأمريكيين، قال: لقد انتصرت فرنسا عسكريا وكان المجد للريفيين. لا يمكن لأي قائد أن ينظر إلى شعب يموت يوما عن يوم
بفعل القنابل السامة والحارقة التي كانت تقنبل به القرى والمداشر ديال الريف، واضطر إلى الاستسلام. لما اتناقشنا معه واحنا شبان وبنناقشه يعني طب ليه سلمت؟ وجدت نفسي ان انا مسؤول عن ان هذا الشعب يبقى ويستمر. قد اهزم انا، ولكن الجيل القادم لا يجب ان يهزم، ولازم اديله فرصه ان ينتصر بان يبقى حي، فاذهب انا ليبقى الشعب. ده اللي قاله لنا عبد الكريم الخطابي. Pensaba que en los franceses había menos rencor que podía haber en los españoles. عندما استسلم محمد عبد الكريم الخطابي اعتقلوه، قادوه